فاتورة الكهرباء بقت كابوس عند ناس كتير، وده بسبب العدادات الكودية، خصوصا بعد الزيادات المفاجئة اللي خلت المواطنين في حالة غضب وتساؤلات. ليه الفواتير بقت بالأرقام دي؟ مجلس النواب دخل على الخط وقال إن لازم يكون في حل عادل، خصوصا إن المواطن البسيط ما ينفعش يتحاسب زي المخالفات الكبيرة أو الأنشطة التجارية، وخصوصا برضو إن العدادات الكودية كانت حل مؤقت، لكن استمرارها بنفس النظام القديم خلق أزمة حقيقية. أعضاء مجلس النواب اقترحوا كذا حل مهم لحل أزمة العدادات الكودية، أهمهم إعادة تقسيم شرائح الاستهلاك بشكل عادل، ومراجعة الفواتير كل فترة عشان أي خطأ يتصلح فورا، وكمان وضع حد أقصى مؤقت للفواتير في المناطق غير المقننة لحد ما أوضاعها تتقنن. البرلمان طالب كمان بالتوسع في العدادات الذكية مسبقة الدفع، بحيث كل مواطن يقدر يعرف استهلاكه لحظة بلحظة بدل صدمة آخر الشهر. وفي النهاية أعضاء مجلس النواب طالبوا برسالة واضحة بتاخد إن الإصلاح لازم يراعي الناس، لأن النجاح أي قرار بيبدأ من إحساس المواطن بالعدل مش بالمفاجآت.